من مسلسل المداح. حلقة جامدة جدا جدا، تابعوني للنهاية، أحداث جديدة وخلاص. صابر قرب يوصل للورث وهتتفتح البوابة الرابعة في النهاية. تبدأ الحلقة لما صابر بيكون واقف قدام اللوحة الجدارية، وبتكون واقفة معاه الدكتورة حكمت، وبيخرج من اللوحة طيف لونه اسمر، وبيبدا يدخل على شكل هوا كده، وبيدخل عند دكتوره حكمت، وبيبدا بتقع على الارض، فيجري عليها صابر يقول لها دكتوره حكمت دكتوره حكمت عشان يوفقها، ما بتفوش، فبتطلع على دكتور نادر. بعد كده بنيجي عند منال، فبيدخل عليها زين وهو بيكون متعصب ومسكها يضربها جدا، فبتقول له طلقني، فبقول لها فين حاجتي، فبتقول له انا ما خدتش حاجه، انا ما سرقتش حاجه منك، طلقني. فبقول لها انا مش هطلقك، انا هسيبك كده، بتسالني يا بنت غلب، انا هسيبك كده لحد ما حاجتي ترجع. بعد كده بنيجي عند الدكتوره حكمت، وهي واقفه، وهي في الشقه بيكون دكتور زهير جه وطلبوا الدكتور، وبيكون حد جه من اهلها وبيقفوا يتكلموا، فبقول له انت عارف حاجه عن اللوحه دي؟ فبيقول له ان الدكتور زهير كان كلمني عن اللوحه دي، وقال لي ان ده ممكن تكون الباب الرابع. فبياخد باله صابر، وبيجي الدكتور يطمنهم ويقول لهم ان هي حد قال لكم انها عندها كانسر قبل كده كانت بتعالج منه. فالدكتور نادر فبيقول له ايوه بس هي خفت. فبيقول له طب كده مش لازم ننقلها المستشفى؟ فقال له لا. فبتيجي كاسيا، فبتقول له خالته ما بتحبش جو المستشفيات ده خالص، وهي كده هتبقى كويسه ان شاء الله، وبتقول له ان ده حاله اختناق بس مش عارفين ايه سببها. بعد كده بيجي صابر يخرج، فبتقول له كاسيا اديني الرقم يا شيخ صابر لو سمحت، علشان لو احتجتك في اي حاجه. بعد كده بنيجي عند حسن، بيكون داخل بيلاقي الشركه بتاعته مفتوحه، فبيستغرب جدا، فبيدخل يلاقي عبد الرازق ومراته جوه، وبيقولوا له ان احنا خدنا كل حاجه وزورنا كل حاجه باسمنا. فبقول لهم انتوا ليه زورتوها؟ كنتوا حاطوا الورق وانا همضيلكوا عليها. فبتقول له دي لعبه جديده منك ولا ايه؟ قال لها لا خلاص انا ما عدتش عايز حاجه، انا لعبت كتير، الدور عليكم بقى، العبوا براحتكم، ربنا يهديكم، انا ما عادش محتاج اي حاجه، كل ده الفلوس ده جت سهله وهتروح سهله. بعد كده بنيجي عند خضر، بيكون بيتوضى ورايح يصلي، فبيدخل عليه نفس الطيف اللي جه عند دكتور عند حكمت، وبيقعد يقرأ آية الكرسي، وبيقعد يقول أدعية، وبيقعد يقول الرؤية الشرعية لحد ما بينتهي الطيف ده من مكانه وبيخرج. فبيقول الحمد لله، وبيتوقع ان دي تكون البوابة الرابعة بتاعت اللي هي فعلا ده البوابة الرابعة اللي بتتفتح، عشان خلاص صابر قرب يوصل للورث. بيوري الجدارية لصحابه عيسى والبنوتة اللي هي في السياحة، بيقولوا له ده نفس لوحة النقش العجيبة، واللوحة دي بيسموها لوحة الإنس والجن، واكتشفوا زيها من 20 سنة. وصابر بيقول بس اللوحة دي اللي أنا شفتها كان فيها كفوف وشموع، مش زي اللوحة اللي على تليفونكم دلوقتي الشموع السباعي. فبيقولوا له الشمع السباعي ده مكتوب موجود بس في جدارية تانية مش الجدارية اللي معانا دي. فبيتقول له هي بتختلف شكلها من شكل الآخر، يعني ممكن ان انت تبص لها من شكل، علشان كده سموها الإنس والجن. ممكن تبص لها من الناحية دي تشوف فيها اللي هي شكل إنسان على شكل جسم النبي موسى عليه السلام، وما تقلبها ممكن تشوفها على شكل خنزير أعور وفيه بقرة كده، وعشان كده سموه الجن أو الدجال. والجدارية دي مكتوب عليها بنقوش، النقوش ديت بنفس لغة البردية اللي كانت معاك واللي فيها أسرار كتيرة. وبتسأله هو انت شفت في الجدارية دي ايه اللي شفتها عند حكمت؟ فبيقول لها شفت الشمعدان السباعي. وطبعا بيقولوا له غريبة ده نفس الأثر اللي كان في اللوحة اللي انت كنت بتوصفها لنا. وبيطلبوا منه ان هو يشوف اللوحة دي، فبيقول لهم ان شاء الله اخدكم معايا مرة تشوفوها او احاول اجيبها لكم. بعد كده بنروح عند منال، بتكون قاعدة بتعيط وزعلانة وبتكون رحاب داخله من بره، وبتقول لها في ايه يا منال، في ايه انت قاعده كده ليه؟ وما بتبقاش واخده بالها منها، فبتقعد تكلم تقول لها انت يعني فايقالي، انت ما عادش ليكي حد، انت من يوم ما اتطلقتي ومش فايقه لحد، مش انت جايه من دلوقتي مع دكتور سميح وماشيه وياه؟ فبتقول لها يعني ايه ماشيه وياه؟ وبتبص لها، بتقول لها انت بتعيطي ليه يا منال، في ايه؟ حسن ضايقك؟ عمل لك حاجه؟ ضربك؟ فقالت لها حسن ما فيش احن منه مني عليا، زين انا اللي اشتريت الغالي بالرخيص، الرخيص بالغالي. فبتقول لها يبقى زين اللي عمل فيكي كده، ورحمه ابويا ما هعديها له، انا هجيب لك حقك، ما تزعليش يا حبيبتي، حقك عليا يا منال، حقك عليا. بعد كده بنيجي عند صابر وهو بيتكلم خضر، فبيقول له على اللي حصل واللي جرى، وان اللوحه الجداريه حصل منها كده وطلع منها طيف في الهواء. فبيتكلم معاه خضر بيقول له يبقى دي البوابه الرابعه. قال له انت عرفت منين؟ قال له لان انا حصل لي نفس اللي حصل ده امبارح ليا، يبقى مش انت المقصود لوحدك، المره دي مش هتبقى لوحدك، هبقى معاك، حط ايدك في ايدي. قال له لا انا استحاله ان انا اضحي بيك، انت ذنبك ايه؟
قال له المهم ان احنا نقضي على الفتنه ماشيه في الجو زي الهوا بالظبط. قال له فاخد باله صابر من الهوا، قال له تصدق هو فعلا هوا، يبقى هي دي البوابه، اللوحه الجداريه دي هي البوابه الرابعه بتاعه، البوابه الرابعه اللي اتفتحت، وهي فعلا اتفتحت. ربنا هيقول له بس انا لازم ابقى معاك علشان اقدر اساعدك. قال له انت فعلا معايا، بس انا مش هقدر اضحي بيك زي ما ضحيت بدكتور زهير، ادعي لي بس انت. فبيسيبه ويمشي يقول له ربنا معاك. بعد كده بنيجي عند منال، فبتكون قاعده في البيت، وبيكون رحاب قاعده بتفتح وبتخبط عليها كاسيه، وبتقول لها يلا عشان نروح المشوار اللي احنا اتفقنا عليه. فبتقول لها لا انا مش هقدر عشان منال تعبانه شويه. فبتقول لها في ايه خير مالها؟ فبتقول لها ما فيش، هي بس متخانقه مع جوزها شويه وضربها. قالت لها ازاي يضربك الحيوان ده؟ ودكتور سميح عارف. فقالت لها لا انا مش كل حاجه هقول له عليها، يعني انا هتصرف، هو جوز اختي وانا هتصرف، لو ما قدرتش اعمل حاجه هتصل عليها. قالت لها لا دكتور سميح هيزعل جدا. ومين قالك ان هو هيزعل جدا لو انت ما قلتلوش اي حاجه تحصل لك؟ ومين قالك ان هو هيزعل؟ ده هو بيتمنى لك الرضا. وبعد كده بتقول لها هتكلمي ولا اكلمه انا؟ فبتقول لها هكلمه. قالت لها طب خلاص تمام، وانا همشي انا اروح المشوار وبعد كده نبقى نتكلم، ولو احتجت اي حاجه عرفيني. بعد كده بنيجي في عند حسن، وكنا قاعد بيقرا قران، وبعد كده بيدخل عليه صابر وبيقول له انا بحب ربنا قوي يا صابر، الحمد لله. فبقول له الحمد لله، دايما خليك مع ربنا، ربنا هيقويك ويرفعك يرفع عنك اي حاجه، ودايما كل حاجه بتيجي بالصبر وبالحاجه بالحلال، اي حاجه بالحلال بتبقى مظبوطه. بعد كده بنيجي عند الدكتوره حكمت، وبتكون قاعده هتتصل برساله على رساله، فبيكون صابر في الوقت ده بيصلي. وبعد كده بيظهر لها سميح وبيقول لها انت خليتي العهد اللي احنا اتفقنا عليه. قالت له انا خايفه من ربنا، انا مش هقدر اذي حد. فبقول لها خلاص انت خفيت انت عندك كانسر وهتموتي بيه. فبتقول له انا خفيت. قال لها الدكتور بيقول ان الكانسر بدأ ينشط تاني مره تانية، وانت خليتي بالعهد بتاعنا، فانت اللي اخترتي. بعد كده بتعمل رساله لصابر، وبتقول له ان هي بعت لنفسها للشيطان، وان هي مش هتقدر تأذيه عشان هو حاول يساعدها، ولازم يقف مع يكمل مشواره. وبتقول له على اسم دكتور كبير او عالم هو ده اللي هيقدر يساعده، واللي هو اللي عارف اصل اللوحه دي، واللي هو اللي هيقدر يقفل الشر عنهم ويقفل البوابه دي النهائي. وبتبعت له الرساله، وبعد كده بتوصل لصابر الرساله صابر بيجي يفتحها يلاقيها تم مسحها. فبيشوف ان هي الدكتوره في خطر، فبيروح لها وبيتصل على الدكتور نادر وبيقول له انا رايح عند حكمه دلوقتي لانها في خطر. بينتهي حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وفعل الجرس ليصلكم كل فيديو.